تعالَ بس رايح فين؟ مش هينفع تقلب. قبل ما أقول لك على دعاء واحد تواظب عليه، الرزق هو اللي هيجري وراك. دعاء تقوله يحميك من الفقر، دعاء تقوله لو عليك ديون مثل جبل أحد ربنا سبحانه وتعالى يؤديها عنك. مش مصدق؟ طب يا سيدي أنت خسران إيه؟ دول دقيقتين مش أكتر، ركز فيهم معايا وجرب. بس لما يحصل وديونك كلها تتسد والرزق يجري وراك ابقى ادعيلي دعوة حلوة من جوه قلبك. وقبل ما اقول لك الدعاء هو ايه، تعالى نبدأ لقائنا بالصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان لقائنا يكون مبارك، وكمان اعمل لايك وشير عشان نتشارك في الأجر والثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟ متخيلين؟ شوفوا لما نبينا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لو كان الدين اللي عليك مثل جبل أحد. طب قولي، مهما عظم الدين بتاعك، الدين اللي عليك بالنسبة لجبل أحد ممكن يبقى ايه؟ ولا حاجة، نقطة في بحر، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش ان ربنا هيبعت لك اللي يسدد عنك دينك، ولا قالك هيرزقك فانت تسد دينك. لا لا لا، ده نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام قال إن ربنا عز وجل هو اللي هيتكفل عنك بدينك، هو اللي هيأديها عنك. متخيلين؟ ربنا بنفسه جل وعلا هو اللي هيزد لك دينك. وما تفكرش كتير وتقولي ازاي ده ممكن يحصل، لأن عقلك مهما فكر لا هيفهم ولا هيستوعب، لأنه فكره محدود. كل اللي عليك إنك تصدق وتآمن وتسلم وترمي توكلك على الله عز وجل وتقول ورايا الدعاء اللي هقوله لك دلوقتي: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني يا الله رحمة تغنيني بيها عن رحمة من سواك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ الدعاء ده وواظب عليه، ولو بتنسى زي حالاتي اكتبه في ورقة وعلقه في مكان واضح ليك عشان عينك تشوفه في الرايحة وفي الجاية، وردده باستمرار. ردده وانت على يقين في الإجابة، ردد بقلب يقظ مش غافل، وانسى الأسباب وثق في رب الأسباب. وده ما يمنعش أبدا إنك تسعى في الأرض وتجتهد وتعمل أقصى ما في وسعك. ما تقولش خلاص أنا دعيت وتجري تروح تنام وتقول ربنا هيقضي عني ديني. لا، ربنا عمره ما يحب أبدا العبد الكسول الاتكالي. ربنا يحب العبد النشيط اللي بيعمر في الأرض، اللي بيسعى وبيجتهد ويعمل اللي عليه وياخد بالأسباب. بس انت بتعمل ده كله وانت جواك يقين ان مش سعيك هو اللي هيرزقك ولا هيسدد عنك دينك، ده رب العزة سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق. انت لما بتقول الدعاء ده انت بتقر لله عز وجل ان هو الرزاق الوهاب وحده لا شريك له القادر. ولو سمحت ما تقولش الدعاء ده وبعدها تروح تقعد مع ناس محبطين يسودوا لك عيشتك وحياتك. انت مع الله وواثق في الله، يبقى تحافظ على طاقتك الجميلة دي. احمي نفسك من الأخبار المحبطة حتى لو سمعت، مهما حصل قدامك ولا يهمك. انت واثق في الله. خلي بالك دي هتبقى فترة اختبارات ليك، ربنا عايز يشوفك انت بجد واثق فيه ولا لا، ولا هتنساق ورا الأخبار وأسباب الدنيا وتخاف وتقلق. فاهدى واطمن وقولي الدعاء ده بكل يقين، وساعتها بس هتشوف عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد استفدت من الفيديو. بقى ان انت تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام كمان مرة، وتعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك وتشاركني في الأجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.